الحمد حمدا ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك وكبريائك وإفضالك. اللهم لك الحمد عدد خلقك ورضاء نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم يا رب، اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء همومنا وأحزاننا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها في هذه الساعة الشريفة المباركة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها في هذه الساعة الشريفة المباركة، في هذا المجلس الميمون المبارك، في هذا المجلس الميمون المبارك الذي ختمنا فيه أعظم وأصح كتاب بعد كتابك يا رب العزة والجلال والإكرام. اللهم أعتقنا في هذا المجلس المبارك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، أولها وآخرها، سرها وعلانيتها. اللهم ارفع درجاتنا في هذه الساعة الشريفة المباركة ببركة ختمنا لأصح كتاب بعد كتابك يا رب العزة والجلال والإكرام. اللهم ارفع درجاتنا واقض حوائجنا وكفر سيئاتنا ببركة هذه الختمة المباركة الميمونة في هذه الساعة الشريفة النبيلة المباركة. اللهم اعتق رقابنا ورقاب كل من درس وحضر ختم صحيح البخاري. اللهم اعتق رقابنا ورقاب كل من درس وحضر ختم صحيح البخاري وجميع رقاب المسلمين والمسلمات من النار في هذه الساعة الشريفة المباركة ببركة ختمنا لأعظم كتاب وأصح كتاب بعد كتابك يا رب العزة والجلال والإكرام. اللهم املأ قلوبنا، اللهم املأ ونور قلوبنا، اللهم املأ ونور قلوبنا بمحبتك ومحبة نبيك محمد صلى الله وسلم وبارك عليه. اللهم املأ ونور واشرح قلوبنا بمحبتك ومحبة نبيك محمد صلى الله وسلم وبارك عليه. اللهم أحينا على سنة المصطفى، اللهم أحينا على سنة المصطفى، اللهم أحينا على سنة المصطفى ومحبته صلى الله وسلم وبارك عليه. اللهم أحينا على سنة المصطفى ومحبته وأمتنا على سنة المصطفى ومحبته صلى الله وسلم وبارك عليه. اللهم احشرنا في زمرة المصطفى، اللهم احشرنا في زمرة المصطفى بسبب هذه الختمة المباركة في هذه الساعة الشريفة النبيلة، في هذه الساعة التي ختمنا فيها أعظم وأصح كتاب بعد كتابك يا رب العزة والجلال والإكرام. اللهم أمتنا على سنة المصطفى ومحبته صلى الله وسلم وبارك عليه. اللهم احشرنا في زمرة المصطفى ولا تحرمنا فضل شفاعته، وأسقنا من حوضه الشريف الكريم شربة هنية لا نظمأ بعدها أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا إذا عرق منا الجنين، اللهم ارحمنا إذا عرق منا الجبين وكثر حولنا الأنين، وكثر حولنا الأنين، وأيس منا الطبيب، وأيس منا الطبيب، وبكى علينا الأهل والأولاد والأحباب. اللهم ارحمنا إذا وضعونا تحت التراب، اللهم ارحمنا إذا وضعونا تحت التراب في هذه الساعة الشريفة المباركة بسبب ختمنا لأصح وأعظم كتاب بعد كتابك يا رب العزة والجلال والإكرام. اللهم ارحمنا إذا وضعونا تحت التراب وتخلى عنا الأهل والأولاد والأحباب وغلقت علينا الأبواب والقبور.
برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ختمنا هذا اللهم اجعل ختمنا هذا وعلمنا هذا علما خالصا لوجهك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل ختمنا هذا خالصا لوجهك الكريم اللهم اجعل ختمنا هذا خالصا لوجهك الكريم اللهم اجعل ختمنا هذا خالصا لوجهك الكريم موجبا لرضائك سببا للفوز بأعلى فراديس الجنة سببا للفوز بأعلى فراديس الجنة اللهم اغفر لوالدينا ومشايخنا اللهم اغفر لوالدينا ومشايخنا اللهم اغفر لوالدينا ومشايخنا اللهم اغفر لأبي عبد الله البخاري اللهم اغفر لأبي عبد الله البخاري اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة بسبب هذه الختمة المباركة في هذه الساعة الشريفة المباركة اللهم أجزي البخاري عنا خير الجزاء اللهم أجزي البخاري عنا خير الجزاء اللهم أجزي البخاري عنا خير ما جزيت عالما عن علمه خير ما جزيت عالما عن علمه اللهم نور له قبره اللهم نور له قبره وارفع درجته إلى أعلى العليين اللهم أعذنا من هذه الفتنة اللهم أعذنا من هذه الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم بارك لنا فيما بقي من أعمارنا 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 واجعلها فيما يرضيك عنا برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أحسن خاتمتنا واجعل خير زماننا يوم نلقاك مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وحسن أولئك رفيقا اللهم قد مددنا أيدينا إليك اللهم قد مددنا أيدينا إليك معترفين بذنوبنا ومعاصينا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم فلا تردنا خائبين في هذه الجلسة في هذه الساعة اللهم لا تردنا خائبين اللهم لا تردنا خائبين في هذه الساعة اللهم اجعلنا من المقبولين في هذه الساعة الشريفة ساعة الختم لأصح وأعظم كتاب بعد كتابك يا رب العزة والجلال والإكرام اللهم اجعلنا من المقبولين الفائزين 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 المستبشرين الآمنين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون اللهم يا محول الأحوال اللهم يا محول الأحوال اللهم يا محول الأحوال حول حال الصومال إلى أحسن الأحوال اللهم حول حال الصومال إلى أحسن الأحوال اللهم حول حال الصومال إلى أحسن الأحوال اللهم من أرادنا وأراد بلادنا بسوء فأشغله يا رب بنفسه فأشغله يا رب بنفسه واجعل كيده في نحره يا رب العزة والجلال والإكرام اللهم اجعل دائرة السوء تدور عليه اللهم يا رب اجعل تدبيره في تدميره اللهم أردنا من حوض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنية برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم من أرادنا وأراد بلادنا بخير فأجر الخير في يديه يا رب العزة والجلال والإكرام برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحابته الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين الحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه نحمد الله تعالى حمدا ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه وكبريائه وإفضاله وإحسانه إلهي سبحانه وتعالى أيان دمانتين وغمهد علينا نعمة وين هي برواقة وين وأننا أهل وأهين عقلنا هي حيلتنا هي قرشهنا هي ماملكنا أننا كوكينين
بل إلهي سبحانه وتعالى فضلكيس يمنكيس إحسانكيس إلهي أنقوق الله ديستي أصح كتاب وأعظم كتاب بعد كتاب الله جل وعلا إلهي إنا وافجيي باللوغيسي ما أنتنا هل كان إنا وقود ما يستري أيانو مهد علينا حن إلهي ويديساننا سبحانه وتعالى ساعدا ما أنت إن إلهي أنه وساعة القبول والإجابة إله ما أنت ساعدا أنه ساعة الإجابة والقبول إله ساعة النصر والفتوحات إله ساعدا أنه إله ساعد وحي دنبيا وأنه كسبني ساعدا أنه ظهيريس ودنو دافيس إله ساعدا أنه إله ساعدا وحي كرباه وابنهيي وساعدا أنه فيديس إله ساعدا أنه إله ساعدا أن ختمني أصح وأعظم كتاب بعد كتابك إله ختمنا بركة دنبيا إله كداف إله كتاب كان أنه أقرني أعماش الأمانتين إله خالص لوجهك الكريم إله كدر إله خالص لوجهك الكريم إله نوجدك أعماش أن كتاب كان أنه أقرني الأمانتين أعمال خالصة إله نوجد إله هنوسه ردين إله هنوسه ردين إله قريه إن يا أهل كني هنوع لنا أنه مردودين بل ردنا إلى أهلنا وديارنا مقبولين معتوقين من النار برحمتك يا أرحم الراحمين إلهي سبحانه وتعالى هنا أقبله إلهي هنا أجيبه كتاب كان صحيح البخاري وإلهي ما أنت ونقوم أن يستي لما يستركيسي وحنصوب باللوني مالين أحد بش شوال أي تهاي سقالي تبنكي تاريخ هجرية كن أفر بقول يصدني تضبط مالين أحد بش شوال سقالي تبنكي كن أفر بقول صدن يتضبطي تاريخ هجرية وافقسن ميلادية بش تضبط لواتني أفرتيدي لوكن يلحي تبنكي أي كتاب كانوا نصب بالله وحا إلهي فضلكيسي إحسانكيسي إنه كتابكي مانتا إنه رمادي ومالين تلادها لاتني أفرت بش اللحاد كن أفر بقول إيا أفرتن إيكو تاريخ هجرية وافقسن سيديد يتوانك بش اللباد لبكن إيا لباتنكي وحا كتابك إلهي فضلكيس وإنه رمادي أفر بقول إيا صدن إيا سقال حلقات أي كتاب كانوا سفريسن أفر بقول إيا صدن إيا سقال عشر أي إلهي نوغو ما يستري بفضله وإحسانه وجوده وكرمه مركي كتاب كان لحسابيه عشر رضا أنه سفريسني إيا وقتك إلهي ونوغو كراميه كتاب كان أنه سفريسني وأفر بقول إيا صدن إيا سقال فردي أي كتاب كانوا سفريسني أفر بقول إيا صدن إيا سقال فردي مركي لو بدلو سند لو بدلو وهل سنو إيا لبا بلود إيا طبان إيا سدح مالمود وهل سنو لبا بلود طبان إيا سدح مالمود وقدر كسيدة حقيقة إيا كتابك ونغا قاتي مركي لغا جارو ون لغو حسابينين مالمها دانهن أن اسكر راعنين waxaa ka mid ah maalmahaas aanan xisaabta ku daraynin maalintii arbacada khamiista jimcaha maalmo uu baaqday iyo maalmo laga safray kitaabka intaas oo dhan markii kitaabka aan ka jarno oo jalasaadka xaqiiqiga ah iyo fadhiyada saxda ah ee kitaabka aan u soo fariisanay la sheego wuxuu kitaabku qaatay sanad 2 bilood iyo 13 maalmood waa jalasaadka inta noqonaya inta fadhi وأفر بقول صدن يسقال كفردي أي حسابته وحين نقن هل سنة لبا بلود يسدح يتمن معلومات أي إلهي نقول ما يستري والنعمة وين نعمة وين يقول وين وأنا أهل وأهين وإلهي نقول تفضلي وإلهي نقول كرامي جل جلاله كتاب كان إمام البخاري رحمه الله تعالى وحانو كل جيسني وأنو كو آخر سني تضوكن شنبقل لحدا يسد حديث تضوكن شنبقل لحدا يسد حديث أي كتاب كأنو كو آخر سني مدة أنو ودني تضوكن أنت سو بقول أو حديث أو هذا الكي يحلكي نبينا صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وإمامكم نسوق جارسية إمام البخاري ونعموي محايا لي dadka yaqaana cilmiga fadliga iyo qiimaha uu iska leeyahay
hal xadiisay waxay u socon jireen bil dhanay waxay u socon jireen hal xadiis inay soo helaan waxaanu kitaabkan dhexdiisa aanu ku soo qaadanay saxiixu albukhaari baabu lkhuruuji fii talabi alcilm baabu lkhuruuji fii talabi alcilm waxaanu ku soo qaadanay bukhaari uu inoogu sheegay waraxala jaabir bnu cabdillaah ilaa cabdillaahi bni unays masiirata shahrin fii xadiidin waaxid waxaa baabkaa bukhaari uu noogu sheegay raximahu llahu tacaala jaabir bni cabdillaah hal bil intii loo socdo ayuu wuxuu u safray cabdillaahi bni unays halkaas bil muxuu raadinayaa hal xadiis uu soo helay halkaas xadiis ugu safray waxaa marka fadli weyn ah oo nicmo weyn oo mahaddeeda aannaanu soo koobi karin ah 7563 xadiis in ilaahay subxaanahu wa tacaala guryaheennii uu nagu siiyey oo deegaanadeennii uu nagu siiyey oo annagaannu u safrin oo qaarado dheerdheer iyo bahgooyo aannaannu u marin in ilaahay guryaheennii subxaanahu wa tacaala iyo deegaanadeennii iyo ahalkeennii iyo awlaadeennii annagoo ku dhex sugan ilaahay uu nagu manaystay waa nicmo weyn oo runtii mudan in laga mahad celiyo maxaa yeelay maanta oo kale markii 7,000 iyo ka badan oo dhaxalkii nabigeenna sala allahu wasalam wabaaraka calayhi ilaahay uu ku siiyo waa maalin shukri weyn aad xaq u leedahay inaad ilaahay uga celiso ma aha inaad faraxdo maalintii lacagu jeebkaaga ay soo gasho ma aha adduunyao dhan haddii jeebkaaga la geliyo waxaa kaaga qiimo badan hal xadiis ee axaadiistii nabigeenna sala allahu calayhi wasalam ka mid ah oo jeebkaaga ilaahay uu soo geliyo jala jalaaluhu bal ilaahay jala jalaaluhu farxadda adduunyada lagu farxayo ilaahay waa eedeeyey jala jalaaluhu oo ilaahay wuxuu leeyahay wafarixuu bilxayaati اddunya wama alxayaatu اddunya fi اlaakhirati ilaa mataac ilaahay wuxuu leeyahay jala jalaaluhu waxay ku farxeen dadka maangaabta ah dhaldhalaalka adduunyada wama alxayaatu اddunya fi اlaakhirati ilaa mataac iyadoo nolosha aakhirada nolosha adduunyada markii loo nisbeeyo nolosha aakhiro raaxo dhalanteeda ay tahay bal ilaahay jala jalaaluhu wuxuu inoo sheegay xilligii nebiyullaahi muuse ninkii ugu hantida badnaa markuu hantidiisii soo bandhigay dadkii ahlulcilmiga ahaa way la taliyeen farxadda damaashaadka iyo waxa uu samaynayo inay maangaabnimo tahay adduunyo in lagu farxo ayay ku sheegeen waa ka ilaahay jala jalaaluhu uu yidhi id qaala lahu qowmuhu laa tafrax ina allaha laa yuxibu alfarixiin qaaruun markii qoomkiisu ay wax u sheegayeen oo dadkii ahlulcilmigu ay wacyi gelinayeenoo waxa lagu farxo iyo waxa aan lagu farxin ay kala tusayeen waxay ku yidhaaheen laa tafrax ina allaha laa yuxibu alfarixiin qaaruunow adduunye laguma farxo adduunya qof caqli leh kuma farxee ha ku farxin waxaan ilaahay uu ku siiyey oo ibtilaha iyo imtixaanka ilaahay uu kugu siiyey ha ku farxin dadka ahlu naarka ah marka adduunyada iyo baadilka ay ku farxayeen ilaahay waxyaalaha uu ku eedaynayo waxaa ka mid ah oo ilaahay inoo sheegay jala jalaaluhu daalikum bimaa kuntum tafraxuuna fi اlardi bigayri اlxaq wa bimaa kuntum tamraxuun ilaahay jala jalaaluhu wuxuu yidhi ahlu naarkii asbaabta laydinku cadaabayo waxaa ka mid a daalikum bimaa kuntum tafraxuuna fi اlardi bigayri اlxaq dunida markaad ku noolaydeen waxaad ku farxi jirteen xaq daro baadil adduunyada dhalaalaalkeeda iyo baadilka markii uu idin soo galo ayaad ku farxi jirteen udkhuluu abwaaba jahannam albaabada jahannamo toos u gala la leeyahay maxay albaabada jahannamo ay ku gelayaan faraxooda iyo damaashaadkooda wuxuu u badnaa adduunyo iyo baadil bis laakiin muuminka maxaa la dooni qul bifadli illaahi wa biraxmatihi fabidaalika falyafraxuu huwa khayru mima yajmacuun muuminka waxaa la dooni farxaddiisa iyo meesha uu ka helayo saacadda uu farxayo inay noqoto saacaddii horumar diineed uu gaaro horumar diineed saacaddii uu gaaro waa marka uu damaashaadayo waa marka uu farxayo qofka muuminka ah imaamu albukhaari raximahu llahu tacaala kitaabkan ilaaha ku karaameeyey kitaabkan waxyaalaha ilaahay uu ku karaameeyey waxyaalaha ugu waaweyn ee kanzi iyo deeqda
إلهي وقدقي جل جلاله إمام البخاري لم يترك في الدنيا ولدا صالحا يدعو له لكنه ترك أمة كلها تدعو له إمام البخاري رحمه الله تعالى دنيدا أقمتهن هل ولد أو صالح عرور مدل شيخ رحمه الله تعالى لم يترك في الدنيا ولدا صالحا يدعو له لكنه ترك في الدنيا أمة كلها تدعو للبخاري محو كلام مقينه ولد يا أولاد مرك شيخ محي كلام مقينه إمام البخاري رحمه الله تعالى كنزك يكيدك ونوغتك هل ولد أو صالحة قبر يويل مدنا ما وسن كتجن الدنيا ده وقمتك لكن شيخ محو كتكتي كنزي يكيد وقتكتي أمضنا ودعينيس أمضنا وعالم كاسودنا وكتكت وإلهي وكبري محبة الشيخ إيه جلالة الشيخ وحونا كجاري كيد كان ونوغتك حل علمياتك وكسو أروريي أحاديثتي نبينا صلى الله وسلم وبارك عليه وكسو أروريي إمام البخاري رحمه الله تعالى كتاب كان يدحل كان النبي صلى الله عليه وسلم مركو سو أرورينا يي هبين إيا مالينكم سو أروري لحية 10 سنة أيو أفدي كتاب كان قرال كيس إيا أرورينتيس لحية 10 سنة أيو أرورينا يي كتاب كان صحيح البخاري إمام البخاري رحمه الله تعالى لحية 10 سنة وحا كجري maalmo uu cunayay geedaha caleentooda wuxuu cunay inta waayo imaam al-bukhari rahimahullahu ta'ala wax lagu gaaro waa sabarka iyo zuhdiga iyo alla ka cabsiga iyo ikhlaaska waa miisada gaarka ah ilaahay uu ku dalacsiyo sheekh oo ilaa yoomina hada kanzigiisa aanu ku nafcinayno kaydka uu nooga tagay fa amma az-zabadu fayadhhabu jufaan وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض إلهي جل جلاله وحليه وحي إلهي درتي أن لولجيد حم بين قنيانه وإسكدوا الدوري وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض لكن وحي ضدك أنفعية كواس الله الدورة حاكم إذا صحيح البخاري صحيح البخاري أيكم شيخ رحمه الله تعالى كتاب كان طبقات الشافعية وسكلي تاج الدين السبكي مركو كتاريخين يي أو كترجمين يي إمام البخاري وحير إمام البخاري خرجت إلى آدم وآدم ابن أبي إياس العسقلاني من أفراد الإمام البخاري وإن بدن صحيح البخاري نوصل على لابتي شيخ حسن آدوير إن علمك صبرت فجعلت أتناول الحشيش ولا أخبر بذلك أحدا وحنقد قالوا يرو عوسك إن عنه intaan wax cuna waayo nafaqadii iga go'day cawskan cunayay qofna uma sheegayno oo qofna gacanta uma horsanayno marka waxa ilaahay wax lagu gaaro waa sidaas oo kale taqwada ilaahay iyo zuhdiga bal sheekh rahimahullahu ta'ala miisada ilaahay uu ku fadilay imaam al-bukhari rahimahullahu ta'ala waxa kamid ahaa zuhdiis iyo dhalanteedka adduunyada inuu cagta isaga riixayay oo waxba uusan ku falaynin wasakhda adduunyada وحافظك رحمه الله تعالى كتاب كيسا مقدمة مركو كترجمينيي أو كتاريخينيي إمام البخاري رحمه الله تعالى وكمدها هذا الله وكشيغي وحوير لم أعتدم 40 سنة 40 سنة وحنسك إلى لنجرويري إيدانك إيو قدارت إيو وحيالها مفضل إذا من يسليد 40 سنة إيدان وحنسك إلى لنجرويري لألا يجلب لي النوم سهر دائسا إيقو كيرين oo jamciga axaadiista iyo aruurinta dhaxalka cilmiga markaan aruurinayo si aanan uga hurdin oo caajis iyo wahsi iyo waxyaalaha aysan igu keenin bayna cashiyatin wa duhaaha bukhari kuma noqon صحيح البخاري صحيح البخاري كما نقن بين عشية وضحاها كما نقن بل مجاهدة دير إيا زهدي ورع الله كعبسي إخلاص قاجئ يا رفات وصحيح البخاري كن نقضي أصح كتاب بعد كتاب الله جل وعلا إمام البخاري وكن نقضي نجم صادع على العالم كله حدق عالم كورن إيوذي يقانا وكيف يكن نوري وإمام البخاري رحمه الله تعالى وكن نقضي
إمام البخاري ميزة بخاري وكن نقضي وحيالها مراتبتها إلهي وكو قارسي وحاكم ذا عفضة يدور سنانت عفضة يدور سنانت أيا كمل وحا مقدمة ذا شرح وكشيغي حافظ ابن حجر العسقلاني وحيري بخاري وحده جري لا يكون لي خصم في الآخرة آخرة صحيفة إذا لقاه لما يقف إلى الدوضو بن آدم وحق يقوله وحوك له جري الشيخ ما اكتبت أحدا منذ علمت أن الغيبة حرام قف ولقي ما أنا حمن لقب الله أبو حلقي أنا وقادي حنتني حارنت مسألة مركي عن مشايخ إذا كفهمي ومسألة الدين جاب أنا وقادي لقب الله أبو عدنا الصحيفة إذا لقاه لما يو آخرة حقوق يقبسن كرت والله كعبسجة يزهد وحو بخاري كن نقضي سلاسو بخاري رحمه الله تعالى وحو بخاري كن نقضي وسلاس وحكى له ميزان البخاري كمده وحيالها عجائبتها إلهي وكفضل الشيخ رحمه الله تعالى كتاب كيسبا وحكمده التواضع شيخ متواضع وها تواضع عيسى وحكمده في صحيح البخاري مركز آخرين يسو وحد كد حركة إسناد كمركز آخرين يسو تواضع الشيخ رحمه الله تعالى لأنه الشيخ رحمه الله تعالى إسناد كعلمك حديثك وما أبي لينين قفك وحديثك كآخر السنة أما حديثك وكورين سواء النقطة قف مشهورة وإساق كدا وين وكعلم بدن وكقادن جر قف إساق أقران تيساه كتبت الله آخر سنجر وحر لا أهانا وكآخر سنجر حديثك وحوك له علمك مرارك قال حديثك وكقادي جري ضد في عداد طلبته وأرضيديسي حرتيسي حديث مركا إساق فوات وكدعي ومركا كفك هذي ومشايخديسي وسن كم مغلين وحروق حاضري حروقيس إمام البخاري انت ويمادو ديه جري حديثك إيشاك تسالوين سدح تسالان سميننا تواضع الشيخ وحياله البخاري وكن نقضي تسالها كواد وحول الشيخ رحمه الله تعالى وحو وحكوريي ضد إساق كدب قصر ريا وكدا وين وكعلم بدن وحانا تسالها كمدة محمد بن عبد الله الأنساري عن حميد الطويل عن أنس وشيخ تابعينتي وحكا قاضي وشيخ إساق كدب قصر ريا لأنه تابعينتي وحكا قاضي تابعينتي هذا وحكا قاضي وأعلى طبقة من إسناد الإمام البخاري كاس وكلا وحبوك دقيست وحوك له الشيخ رحمه الله تعالى وحكا دقيستي وبخاري جيس وكل حوريي ضد إساق حر لها وعشرة وضرها عن جرين محاكم ذا محمد بن يحيى الذهلي وحكى له كم ذا محمد بن عبد الرحيم الصاعقة البغدادي وذلك عشرة يسلها عن جرين إن بدن صحيح وانكسو مرني حدثنا محمد بن يحيى الذهلي حدثنا محمد بن عبد الرحيم الصاعقة البغدادي وانا ضد حرس الله إمام البخاري رحمه الله تعالى تصالها سدحد وحوي ضد إساق حرتي ساعة إنه وحكا قاتي الشيخ رحمه الله تعالى تواضع عيسى وحكم ذها ذاتك إساقوا وحكا قاتي وأرضي ساعة قال حدثنا عبد الله بن حماد الآملي وهو وراق البخاري بخاري ورقده أقرجل تلميذ وحوها ورقد الشيخ وحقره مركو رسائل الشيخ وحقره وضد وحضره وراقي سؤها هذا في خلال صحيح البخاري محكيري حدثنا عبد الله بن حماد الآملي وأنا وراقي سيو وواحد بخاري وكن نقضي كميت لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر وير نبينا صلى الله عليه وسلم وبارك عليه مربى هدي دور عسو انت لا ايغو كبيره قلبigaaga uu ku jiro ma aflaxaysid adduunna ma gaaraysid sharaftiisa aakhirana waa ku hoogtay waa ku qaday marka miisada uu yeeshay sheekha bukhaarina uu bukhaari ku noqday saxiixiisuna uu ku noqday asaxu kitaabin bacda kitaab illaahi tacaala uu ku noqday waa miisaadkaas hadda aanu soo sheegnay waxaa kaloo ka mid ah miisada imaam albukhaari raximah allahu tacaala ilaahay uu ku dallacsiiyey كثرة تضرعه وابتهاله إلى الله شيخ تضرع عيسى ابتهال كيسى أيا بطنا وكان يختم كل يوم ختمة من القرآن الكريم شيخ رحمه الله تعالى وردقي سوحو هانجري مالين كستو قرآن كدما ينجري أيضا أشغاشي سوء بدنتها
oo daraaso uu aqrinayo oo ta'liif uu samaynayo fii kulli yowmin wardigiisu wuxuu ahaa inuu qur-aanka dhammaystiro waxaa kaloo ka mida miisada imaamu albukhaari raximah llahu tacaala ilaahay uu ku dallacsiiyey wuxuu dhihi jiray imaamu albukhaari maa adkhaltu fii kitaabii kitaabkaygan ma dhexgelin xadiiثan صaxiixan xata اstakhartu اllah wasallaytu ragcatayn watayaqantu sixatahu wuxuu dhihi jiray imaamu albukhaari hal xadiis ee axaadiista kitaabkaygan ka mida marka aan qorayo 2 ragcan tukan jiray waa istikhaarayn jiray ilaahu dhaxalka nabiga ha igu ceebaynaan dhihi jiray sala allahu wasalam wabaaraka caleyh markaan yaqiinsado xadiisku inuu saxiix yahay markaasaan ku qori jiray uu yidhi kitaabka fii kulli xadiisin maxaad malayn marka 7,000 oo xadiis ka badan oo xadiis walba intuusan qorin 2 ragca uu tukanayo sheekhu raximah allahu tacaala waa miisaadka gaarka ah ee bukhaari ku noqday saxiixiisuna uu ku noqday saxiix uu ku noqday waxaa kaloo ka mid ah miisada imaamu albukhaari iyo kitaabkiisu uu iska leeyahay kitaabka markuu alifay saxiixu albukhaari aragtidiisa cilmiyeed iyo cilmigiisa kuma uusan xadidine dad mutakhasisiin ah ee cilmulxadiis ku takhasusay uu yidhi kitaabkayga fiiriya wax xadiis daciifa inaad ka helaysaan waxaa ka mid a dadka uu u bandhigay caliyu bnu lmadiini oo in badanna bukhaari uu ku soo celceliyo waxaa ka mid ah alimaam axmed bnu xambal waxaa ka mid ahaa yaxya bnu maciin oo takhasus ilaahay uu siiyey casrigoodii cilmu lxadiis way soo fiiriyeen kitaabkaagu waa asaxu kitaabin bacda kitaab illahi markaa ka bacdi ayuu sheekhu uu nashriyey raximah اllahu tacaala waxaa kaloo ka mid a sheekh raximah اllahu tacaala miisada uu siiyey mar walbaba sheekha raximah اllahu tacaala wuxuu u arki jiray intuu xadiiska ku mashquulsan yahay inuu nabiga la fadhiyo sala allahu wasalam wabaaraka caleyh waa miisaadka ilaahay uu siiyey imaamu albukhaari mar walba ee xadiiska uu ku mashquulsan yahay fakaأnnamaa yujaalisu rasuula اllah salى اllahu calayh wasalam wuxuu u arki jira uu aaminsanaa inuu nabiga la fadhiyo salى اllahu wasalam wabaaraka calayh maadaama sunnadiisii uu faafinayo oo aqwaashii nabiga uu faafinayo salى اllahu wasalam wabaaraka calayh kitaabkan la yidhaaho siyar aclaami nubala imaamu dahabi raximah اllahu tacaala wuxuu ku sheegay ardaygii imaamu albukhaari raximah اllahu tacaala moxamed bnu yuusuf alfirabri oo in badanna aan ku soo celcelin jirnay kitaabka saxiixu albukhaari daraasadiisii ardaygiisa firabri ayaa wuxuu yidhi amlaa calaya albukhaariyu yowman xadiiثan kaiira sheekhu maalin maalmaha ka mid ahu axaadiis fara badan igu dul akhriyey uu yidhi qoro axaadiistan aan kugu dul akhrinayo fakhaafa malaali sheekhu wuxuu ka baqayuu yidhi inaan caajiso oo aan daalo markaasuu sheekhu ila hadlay bukhaari wuxuu yidhi yaa firabri dib nafsan qalbigaagay naftaada qurxi yuu yidhi qalbigaaga wanaaji oo qurxi fa ina asxaaba almalaahi fii malaahiihim wa asxaaba asinaacaati fii sinaacaatihim wa asxaaba atujaar fii tijaaratihim wa anta maca annabiyi sala allahu calayh wasalama wa asxaabihi sala allahu wasalam wabaaraka calayh wuxuu yidhi firabriyow qalbiga wanaaji yuu yidhi leannahu waxaa weeye dadka cayaartooda ay ku macaansanayaan oo shayddaanku macaan uga dhex furo ganacsiga dadka haya adduunyay ku mashquulsan yihiin oon qiimo lahayn dadka xirfadaha iyo sancooyinka gacanta ku shaqaystana sancadooday ku mashquulsan yihiin adigana waxaad la joogtaa nebiyullaahi moxamed sala allahu calayh wasalam waxaad la fadhisaa asxaabtii nebi moxamed sala allahu wasalam wabaaraka calayh marka saasuu talaamiiddiisana uu u sheegi jiray isaguna uu aaminsanaa imaamu albukhaari raximah اllahu tacaala fakaأnnamaa yujaalisu rasuula اllahi salى allahu wasalam wabaaraka calayh waxaa kaloo miisada ka mid a imaamu albukhaari raximah اllahu tacaala ilaahay uu ku sharfay kaana casiiza nafs sheekha wuxuu ahaa casiizu nafsi yacni casiizu nafsi uu ahaayo adduunyo iyo madax iyo siyaasad iyo waxba iskuma dullayn jirin sheekhu raximah اllahu tacaala waxaana tusinaya sida dahabi raximah اllahu tacaala kitaabkiisa siyar aclaami nubala uu ku sheegay amiirkii xukumayey dhulkan bukhaara ee la dhihi jiray khaalid ibnu axmed adduhli ayaa sheekha markuu waddanka bukhaara uu soo galay ayuu wuxuu ku yidhi ixmil ilaya kitaaba aljaamic wataariikh liasmaca minka bukhaariyo wuxuu yidhi gurigayga iigu imaadoo kitaabka saxiixulbukhaari ood qortay iyo kitaabka taariikhulkabiir ood qortay guriga iigu dhex akhriyu yidhi waa madaxweynihii bukhaara dhahay
guriga igu imaad saxiix البخاري guriga igu dhex akhri kitaabka taariikh الكبيرna guriga igu dhex akhriyo ku yiri بخاري markaas wuxuu ku yiri ninkii madaxweynaha ahaa لا أدل العلم ولا أحمله إلى أبواب الناس فإن كانت لك حاجة فاحضر في مسجدي أو في داري أنا علمك إلهي إسي مد اللينا يور الباب هذا ما ضحنا مجينا يو علم هدي أدن علمي أتكلم هذا هاي مسجد كان علمك كو أغريو أما جوري جيجا يقول إما هلك بخاري جيجا حنبر كان عزيز النفس عزيز النفس وها شيخ لا يتواضع للدنيا ولا لغني ولا للسياسيين ولا أمير ولا حاكم مدنا علمي ومد اللينين لأنه الدنيا نكتيسة وحبك أهين الدنيا أي نكتيسة وحبك أهين وحلقة يابا قف إنك نجمده الدين إن مدحوينها يودنك حكومة وليه لا كان صحيح البخاري يقول يقول آخر إن عنده لهين والدعاء النيابة إلهي أقبلي من مدحوينها ما أنت إيه يردها يقول عشرة يقول آخر ducadaydi yaab Allah aqbalay ihaano way cilmiga la ihaanaynayo abwaabu salaadiin in la geeyo abwaabu salaadiin haddaad u tagaysid wacyi gelin iyo xumaatada inaad ka reebtid wanaagana aad amartid ugu tag laakiin bulshadii anigu ma dhexgelaya kaligay kaale iyo aqri cilmi waa u diiday imaam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala walidaalika sidaasuu sheekhu rahimahullahu ta'ala miisaadkaas إيه خصائص كإلهي أوسي جل جلاله أي بخارينا وبخاري كن نقضي صحيح سنة وكن نقضي أصح كتاب بعد كتاب الله تعالى مركا علم كان حديث كأه وعلم سيدا قارئ ودحلك النبي صلى الله عليه وسلم سيدا إمام البخاري ونوشيغيو قفك بخاري غير كيسي كتبتك لبا انتو آخر السنة مع النبي وأصحابه صلى الله عليه وسلم وحول فضي يا نبي محمد صلى الله وسلم وبارك عليه وحول فضي أصحابتي النبي الله محمد صلى الله وسلم وبارك عليه ولذلك أرن كان مدحدا جلسدا يفضيغا حديثك مدحدي الدولة العباسيين كوا كمدا أي تمنين جري جلسداس إلهي مرمى يقوم النيسان دورا وتمنين جري كتاب كان ليراه شرف أهل الحديث أو اسكلي هي الخطيب البغدادي كتاب كاقوري وكتاب أقيمة بدن حديث كفضل جيس وكهذلا حديث كفضل جيس كتاب كبغدادي وحكويري خطيب البغدادي يحيى بن أكتم وزير هانجري الدولة العباسية وزير وهانجري هارون الرشيد وحويري هارون الرشيد أي سؤال ويدي وحويري ما أنبل المراتب يا يحيى بن أكتم يحيى بن أكتم درجة بن آدم كوجارو درجة وفي عنه مدحوينها سؤال شو يدينا مركز واحد يري ما أنت فيه كرسي قاعد كفر لسا وفي عند رجال الجار حالة ده قاعد كسو أنت هاي وما شدت كدن أيوة أرديان كرسي قاعد وقيمة بدل أيام كو يري مركز وحو يري تعرف أجل مني روح أنا قاعد قيمة بدل أجري متقن وحنا أنا هايو شقدنا أن كل حجرو أنا بدأت يفي عنا جري مقرنا يسا ذلك ويديوير وحير مايا وحير هارون الرشيد رجل في حلقة حديث وحيوفي عن قف إلهي وكم من يستي حلقة دي حديثك والنبي محمد الله فرديه صلى الله وسلم وبارك عليه يقول حدثنا فلان عن فلان قال رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه قف كاسا يوفي عنه لأنه وحان هيا لأنه قف كاس النبي يقول الله فرديه مالي والبي ساعد والبي مالي والبي نبي الله محمد صلى الله وسلم وبارك عليه أي الله فرديه وحير هارون الرشيد نحن نموت ونفنى أنه هذا مدحنا وان لمننا قبرنا كبابئنا والعلماء باقون ما بقي الدهر لكن علماء الشرف كود يمقعودوا إلى قيام الساعة وتاجنانا لكن أنه عندنا الشيء يسوع دعاء خير بركات نفحات نقص ضد الدريسة ما له هو سياسي دنتي قبري سنة كباباي ساسا سيتجنا لكن وحير علماء وباقين ما بقي الدهر أنت زمك باقي sidaas awgeed dadkii yaqiinay sunnada nabiga sallallahu alayhi wasallam iyo majliska xadiiska barakada iyo nafaxada uu leeyahay waxay ku bixiyeen wax walba oo nafiis ah iyo wax walba oo qaali ah ay ku bixin jireen sidii ay u gaari lahaayeen
مجلس حديث النبي محمد صلى الله وسلم وبارك عليه لقد دراسينيو أو لقو أقرنيو شيخ الذي جري حافظ محمد بن طاهر المقدسي أي ذهبي وحكشي شيخ آس مركو علمي حديث كراعنيي وحو يري بلت الدم في طلب الحديث مرتين حديثك انتان رادينيي والنبي صلى الله عليه وسلم دحلكيس ان رادينيي لaba goor ayaan dhiig wuxuu yiri aan kaadi laba goor ayaan dhiig kaadiyo yiri maratan bi Baghdad wa maratan bi Makkah marna Baghdad aan dhiig ku kaadiyo yiri anoo lugeynay kuleylka iyo dhagaxda iyo oonka anoo ku lugeynay kaadideedii dhiig soo raacay marna Makkah dhiig ku kaadiyo yiri markii cilmiga xadiiska nabiga sallallahu alayhi wasallam aan raadinayay qaarkood marka rixalaadka ay sameynayaan culimada sunnada raadinteeda iyo aruurinteeda ay rixlo ay u sameynayaan waxay sameyn jireen inta sahaydu ka go'do oo cabitaanku ka dhamaado ay qaarkood kaadidooda u cabeen liajli dalab alhadis hadiiska raadinteeda waxa kamid ah sheekh la dhihi jiray Abdurrahman ibn Yusuf ibn Khirash waxa dhahabi uu ku sheegay kitaabkiisa Miizaan al-i'tidaal leeyahay wuxuu dhihi jiray Abdurrahman ibn Yusuf ibn Khirash sharibtu bawli fi hada ash-sha'n 5 مرات شأنيان أرورنت السنة النبي صلى الله عليه وسلم كاديدان شنقر وعبوير انت ندونك كرادين يي اون أرورين يي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وبارك عليه شنقر ايان كاديدان وعبوير الحافظ ابن خراش ايوير لذلك وحوي انتاس وحي ريان وحي رادين يان ايا اقيميسا لكن واحد أقول أدري رادينيسو هدادن بقرنين واحد رادينيسو قيمها أولية هاي هدادن قرنين وحلقة يابا النعمة دي أكتادا إني تالو دنا أدن كقلين لأنه ما تقاند نعمة دي ما تقاند سيدا سمرك أوغي مجلس كحديث إلهي هنوغو حراي إلهي نحن أقبله إلهي ندمدافا نوسي إلهي سبحانه وتعالى لوغيه أبوروبي علمي كان حديثك يو سنة النبي صلى الله عليه وسلم إلهي جنة الفردوس الله قليو جنة الفردوس الله قليو ذاتك ولا لها يقولوا وحاجرة دي بدها ماركتا 10 كلا سعودي أيقنا دي بدافع الله السيو علمي ودنا نافع الله وقدقو بركاتك مجلس كان يوحى كدعي وخيرك بركاتك أيقنا الله وأقبله أيقنا الله وأقبله إجازة بحنينا إن شاء الله تعالى وإجازة صحيح مسلم هي صحيح البخاري إلا حلقيس كتابك صحيح مسلم وحن بلن قادني إن مركتاه إجازة عن كتابك البخاري ومركو النور أما هذا هدي إلهي ونقارسيو لبدا إجازة عن اسكوب بحنا إنه أيان مركا بلن قادني مركا إجازة دي الله قيبي وحكلو جراء ساعدنا نوفى إذا سننا ضد ولا أو محسنين أو كتاب كرنتي إنترنت كي سبحين جري ودون كنا نوكل جارسينيو وحكلو جري شاشة دلالة مركتا هوينك حقو حكتا روح سو إبيا جرا أو يسوون محسنة وحكلو جرا روح كلو محسنة أو يسوون بيها مركتا العبيو أو قبو يا قلب كيس يسوون مركتا نوكيني يا جرا وحكلو جرا ولا يسوون محسنة oo isaguna maaragtaa runtii ijaazada warqadaha hadda ay ku qoran tahay oo arki doontaan qarash badan ku bixiyay waqti badan ku bixiyay ayaa jira marka dadkaas oo dhan insha Allah taala faatixada aan u marno ilaahi subhanahu wa taala adduunyo aakhiro khayrkoodaba iyo nicmadoodaba ilaahi inuu u kulmiyo muraadkooda adduunyo aakhiraba ilaahi uu sahlo adduunka ugu nicmeeyo aakhirana ilaahi ugu nicmeeyo dadka muxsiniinta aan sheegnay hal mar faatixada isugu dara ilaahi subhanahu wa taala ihsaankan midkay mahdiyaan إلهي وقدقه فاتح dadka muxsiniinta muraadkooda Allah sahlo ihsaanka ay sameeyaan ihsaan Allah ugu bedelo ilaahay adduunyada Allah ugu nicmeeyo aakhirana jannatul firdaws Allah ku karaameeyo wixii hormarsadeen miisaankooda Allah ugu cusleeyo waa gabdho runtii ayaguna qarashka internetka dhiibi jiray iyo maaragtaa warqadahan hadda ijaazada lagu bixinayo sheekh isaguna sadaqaystay biyaha muxsin kala isagana bixiya dhalada ruuxa bixiya dada intaas waxa weeye jalsadan fadhigan
faa'iista oo runtii maaragtaahay qarashkooda iyo waqtigoodaba maaragtaa la daba taagan ayaa jira iyaga dhammaantood midii ay mahdiyaan Allah uga dhigo adduunyo aakhiraba kuwii farxad ku noolaada ilaahay ha uga dhigo marka haddana insha Allah tacaala waxaan qaybinaynaa isnaadka bashqad walba oo qof walba loo soo taago waxaa ku jira laba warqadood warqadna waxaa ku qoran isnaadka saxiix muslim warqadna waxaa ku qoran isnaadka saxiix al-bukhari ayaa ku qoran haddii marka warqad saddexaad qofku uu ka helo ha soo celiyo yani waxyaalo khalad haddii jiraan ha soo celiyo si loo saxo khaladkaas dib loogu saxo يا هل مر يدوش هل مر waxaan dul maraynaa isnaadka Bukhariga ومدكي أنو كسو ختنو أها حديث كي بخاري إنه قدام بيجي وحندول مرينا إسنادك صحيح مسلم إسنادك صحيح مسلم الحمد لله العلي الأعلى الكامل في أسمائه وصفاته العليا والصلاة والسلام على عبده ورسوله المجتبى سيدنا محمد المرتضى وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيقول العبد الفقير إلى رحمة ربه الرحيم أبو بكر حسن مالم أروي صحيح الإمام مسلم بن الحجاج النيسابوري إجازة عن المحدث الكبير والفقيه الجليل السيد أبي عاصم نبيل بن هاشم الحسيني ونسبة إلى حسين ابن علي بن أبي طالب وفرع سيال الوجه وقد لقيته شيخا وحنكلا كل في مكة المكرمة ليلة السبت هبين السبت الحادي عشر كوية طبعا من المحرم بش محرم الزكاة كوية طبعا يتهاي سنة يكون أفر بغل لباتن يستقالكي أيان مكة كل قال قرأت صحيح مسلم على سيد محمد علوي المالكي غير مرة أولها مركي وقوه رئيسي وحان مالك وكد الأخرية كتاب كان في المسجد الحرام أمام باب السلام في شهور سنتين يكون أفر بغل إلى كون أفر بغل يكو وأخبرني أنه يرويه عن جملة من الأئمة الأعلام منهم والده السيد علوي بن عباس والشيخ حسن المشاط كلاهما عن محمد علي بن حسين المالكي عن السيد بكري بن محمد شطى كلاهما هو والبرزنجي عن السيد أحمد بن زين الدحلان عن الشيخ عثمان الدمياطي عن الأمير الكبير عن علي بن محمد العربي السقاط المالكي عن ولي الله تعالى إبراهيم الفيومي عن أحمد الفرقاوي المالكي عن النور علي الأجهوري عن النور علي بن أبي بكر القرافي عن الحافظ جلال الدين السيوطي عن العلم البلقيني عن أبي إسحاق إبراهيم التنوخي عن سليمان بن حمزة عن أبي الحسن علي بن حسين بن المقير عن الحافظ أبي الفضل محمد بن ناصر السلامي عن الحافظ أبي القاسم عبد الرحمن بن مندة عن الحافظ أبي بكر محمد بن عبد الله عن مكي بن عبد الله عن مكي بن عبدان النيسابوري عن الإمام مسلم بن حجاج النيسابوري وقد أجزت روايته عني بهذا السند للأخ الفاضل أي إجازية للأخت الفاضلة دي قبرتها هلكاس مقعد كوكري هدو نية هنا مقعد هلكاس وقفك كوكري ماشي حريقتين تيكو قرنتها وأوصيه بتقوى الله في السر والعلن ولزوم السنة واجتناب البدعة أجزتكم جميعا صحيح الإمام البخاري وصحيح الإمام مسلم بن حجاج النيسابوري قبلتم الإجازة؟ قبلنا لها الله سبحانه وتعالى أعلم